احنا دلوقتي هنعبي الكوباية بتاعت العرقسوس، هنحطها في الشفشق هنا، الازازة هنحط منها، ايه، لازم يبقى فيه بوز كده. بصوا عشان الرغاوي دي تطلع، العرقسوس الجميل البيتي اللي كلنا بنحبه. شايفين ما شاء الله الرغاوي او الفوم بتاعه، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اعملوه بالطريقة دي، واسهل ما يمكن واسرع ما يمكن واحلى ما يمكن. ندوقه مع بعض. حلاوته جواه، ولا ضفنا سكر ولا استهلكنا اي حاجة تانية. بألف هنا وشفا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم حبايبي متابعين قناتي، قناة نانا هوم. يا رب دايما تكونوا بخير، سواء في مصر أو سواء خارج مصر أو من جميع الدول. يا رب دايما بخير يا رب، وأسمع عنكم كل خير. النهاردة هنكمل المشروبات الرمضانية الجميلة اللي ما نقدرش نستغنى عنها. والعرقسوس مشروب رمضاني مهم جدا. ليه؟ علشان بيمنع العطش. بس طبعا لازم نقول فوائده ونقول محظوراته. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي نشوف هنقول ايه. العرقسوس مفيد جدا للبني آدم السليم اللي ما عندوش ضغط، تمام. لكن اللي عنده ضغط الأفضل ان هو ما يشربوش، وإذا حصل وشربه يشرب كمية صغيرة خالص، ويكون مظبط الضغط بالأدوية طبعا. ده كلام الدكاترة، مش كلامي يعني. لكن هو مفيد جدا في حاجات كتيرة جدا، وبالذات العرقسوس المغلي. العرقسوس المغلي مفيد جدا. بيعالج عسر الهضم، وبيعالج السعال والكحة، وكويس للكبد، وبيعالج جرثومة المعدة، وبيعالج قرحة المعدة، وليه فوائد تانية كتير جدا، وبيحمي من الأمراض السرطانية. ربنا يحفظنا جميعا يا رب، يبعد عننا أي حاجة وحشة، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ونبتدي احنا هنعمل مع بعض العرقسوس العادي بس بطريقة سريعة، عشان ايه في رمضان ما ياخدش مننا وقت. وممكن نجهزه ونعمله بالطريقة دي، ونجهزه ونشيله في اكياس في الفريزر. وقت ما احنا عايزين النهاردة كيس نعمل كيس كده يعني. تمام. نشوف اول حاجة هنعمل مع بعض ايه. عندنا حوالي 100 جرام عرقسوس، حوالي المج ده. تمام. ويا ريت يتعمل وانتي فترة، عشان الهبو اللي بيطلع بتاعه ده بيبقى مسكر. حاجة حلوة يعني جميلة. وعندنا طرف معلقة صغيرة بيكربونات. تمام كده. وعندنا مية سخنة مغلية، دي هتساعد وهتسرع في السوى. وكمان انا فاتحة الفرن 10 دقايق وطفيته. واول معجن العرقسوس هغطيه واحطه في الفرن زي الزبادي بالظبط. تمام. بس مش هياخد وقت زي الزبادي يعني، ان شاء الله وقت قليل جدا، بس مجرد لونه ما يغمق والفرن خلاص السخونية راحت منها، ان شاء الله هنشتغل بيه على طول. هنضيف حبة حبة المية حسب العجن. احنا برضو بنقول في المعجنات كده المية حسب العجن،
حسب العجينة اللي احنا ايه عايزينها. انا هقلب الاول وبعدين هعجن بايدي. العجن ده بيطلع ايه كل اللون اللي احنا عايزينه منه والفايدة. نعم ربنا كتيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. رمضان مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية. ربنا يعيد علينا باليمن والخير والبركات، وربنا يقدرنا على صيامه وقيامه. هو شهر جميل، شهر جميل جميل جدا. شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن في ليلة القدر، التي هي ليلة القدر خير من 1000 شهر تتنزل فيها الملائكة، وإن شاء الله مستجاب فيها الدعاء، وهي بتبقى في العشر الأواخر. احنا عايزينه عجينة كده. هشتغل بإيدي. نعجنه مع بعض كده. هو سهل وسريع ان شاء الله. بالطريقة دي اعملوها ان شاء الله، ان شاء الله هتنجح معاكم وهتجيب نتيجة كويسة واحلى من بتاع بره 1000 مرة، وارخص طبعا واوفر. دلوقتي بعد ما عجنته هجيب الفويل وايه وهغطيه علشان ايه هدخله الفرن المطفي. تمام. ودلوقتي حبايبي العرقسوس اهو بعد تقريبا نص ساعة لما الفرن برد خالص، وهو برد خالص. بصوا غمق ازاي، مش اكتر من نص ساعة. عايزة تخليه شوية خليه، بس هو نص ساعة بيبقى تمام كده وزي الفل. وهو ده اللون اللي انت ايه بتاخديه منه. تمام. دلوقتي انا محضرة شفشق وفي مية، نص مية، ومحضرة هنا برضو شوية مية. ومعانا شاشة، معانا شاشة علشان ايه مفيش، نحطها هنا على المصفى علشان مفيش ايه شوائب ايه تخرج منه خالص. عايزينه يبقى صافي وايه وجميل كده، ويبقى شفا وخمير. بيقولوا العرقسوس شفا وخمير. تمام. هو على فكرة مفيد لمرضى السكر، علشان السكر بتاعه طبيعي ومفروض محدش يضيف له سكر. هو سكره هو حلو والمزازة بتاعته حلوة وكل حاجة فيه حلوة، بس أي حاجة يبقى فيها اعتدال. الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بالاعتدال في كل شيء. الاعتدال في الفرح، الاعتدال في الحزن، الاعتدال في كل حاجة، في الأكل، في اللبس، في كل حاجة في حياتنا، في المعيشة، في الترفيه، في أي حاجة. تمام. احنا دلوقتي هنحط ايه العرقسوس. طبعا انا عامله مقدار صغير، انت ممكن تعملي كميات كبيره وتشيليها ايه تشيليها كده عجينه في ايه في اكياس في الايه في الفريزر، وتطلعيها وقت ايه اللزوم. تمام كده. احنا هننزل شويه ميه كده هنا
وهنضغط بالمعلقة. نحاول ايه ننزل ايه شوية شوية. اللون هيبتدي يتغير في مية ايه الشفشق او الدورق، في بيقولوا عليه دورق وفي بيقولوا عليه شفشق، نسميه زي ما تسميه. طبعا هو العرقسوس مضر لمرضى الضغط. ليه؟ لانه بيحبس المية في الجسم علشان بيمنع العطش. فمرضى الضغط غلط خالص ان المية تتحبس عندهم في الجسم، لان ده ايه بيعلي الضغط. طبعا معلومات طبية واخداها ايه من دكاترة، في دكاترة كتير على اليوتيوب اتكلموا في ايه في موضوع العرقسوس ده، وموضوع ايه انه بيرفع الضغط. لكن هو ليه فوائد تانية كتيرة خالص، بالذات زي ما قلنا العرقسوس المغلي. احنا هنعصر كده. في حاجات لازم نستخدم فيها ايدينا، ما ينفعش ما تستخدمش ايدك. نعصر، لا مش نافعة، يبقى هنربطه. ننزل عليه بس شوية مية، خلي كده، ننزل شوية. لغاية ما نملى الشفشة. لازم تكوني حاطة صينية كده من تحت او تعملوا بدي. ممكن بقى دلوقتي انا عاملاها طبقتين، ممكن ان ايه نسيبها كده. تمام. نسيبها في المية بتاعت العرقسوس، نسيبها شوية كده فترة، وبعد كده هوريكم نعمل ايه. بصوا انا عملت ايه، زنقتها بالغطا بتاع الشفشق وهسيبها شوية، وبعد كده ارجع لكم. هنرجع تاني نحط المصفى ونحط عليها الشاشة. وننزل كده. قلنا حوالي 2 لتر. هنسيبها شوية برضو، هنقفل عليها كده. ونسيبها شوية ونرجع لها تاني. جايبة مية زيادة علشان 100 جرام بيعملوا حوالي 2 لتر عرقسوس. تمام كده. فاحنا هنشيلها ونغطسها كده، نطلعها نغطسها نغطسها نغطسها. تمام. هنعصرها كده قدر الامكان. احنا هنحطها تاني في مية، متنسوش.
عشان ما شاء الله لما بتعمليه في البيت بتوفري كتير جدا. اي حاجة بتعمليها في البيت بتوفري. احنا دلوقتي القمع ده ما جاي مع الشفشق. القمع ده ليه ايه؟ ليه مصفى. احنا مصفيينها بالشاشة ومصفيينها بالمصفى، وكمان ما فيش مانع من التصفية. لازم العرقسوس يتحط ايه؟ بحاجة ليها بوز كده زي الشفشق، عشان ايه؟ ناخد الرغوة الجميلة بتاعته. هنحط الكمية دي هنا، ونحط ايه؟ كمية قدها في الازازة التانية. ليه؟ عشان التركيز يبقى واحد. نحط شوية هنا. لازم العدل. تمام. وهنرجع تاني. لو حاطينه في حاجة اكبر من الشفشق ده، يعني مش هنحتاج نعمله على مرتين، هتبقى على مرة واحدة بس، ونغطسه كده. نغطسه بعد كده. خلاص كده بقى اخر مرة نعصره. خلاص احنا خدنا كده كل الفايدة والعرقسوس اللي احنا عايزينه. نعصر كويس. خلاص كده تمام. دلوقتي بقى هنكمل تعبية الازايز. برضو كده نحط كده. الازازة دي حوالي لتر، بتاخد لتر مية او لتر عصير. اهو. شايفين الرغوة ما شاء الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ عرقسوس بيتي، ولا اجمل ولا احلى من كده. روعة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ويستاهل بقكم. والى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.